المحظون نصت عليها المادة 75 من قانون الأسرة الجزائري. تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مساولا للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب. لقد أعطى النص المذكور للمحظون استمرار حقه في النفقة حتى بعد انتهاء سن الحضانة، بحيث تستمر نفقة الذكر حتى بلوغه سن الرشد، وللأنثى حتى زواجها. كما أوجب النص استمرار النفقة للعاجز ولطالب العلم حتى يستطيع الكسب. سمحتني يخدم. وقضت المادة 76 من نفس القانون بوجوب النفقة على الأم الموسرة إذا كان الأب معسرا، فنصت بما يلي: في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم. في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك. والمادة 77 من نفس القانون تجب نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة في الإرث. ونصت المادة 78 من نفس القانون تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته، وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة. ونصت المادة 79 يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش، ولا يراجع تقدير قبل مضي سنة من الحكم. لا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم طبعا، لأنه شك عام عندها الحق يعني مراجعة النفقة. ونصت المادة 80 أنها تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوة، وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوة. لكن فيه دليل يقدر يحكم قبل رفع الدعوة. طبعا يجب أن نشير إلى نص المادة 87 التي وردت في فصل الولاية لأهميتها